ما تيجي اقول لك ليه شركة ابل اقوى سيستم واقوى حماية في العالم ممكن تتخيلها، وليه هو ده الحاجة الوحيدة اللي سر نجاحها ومفيش اي شركة في العالم حتى الان عارفة تزعزعها من مكانها. يلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. شركة ابل مشهورة عالميا ان هي من اشهر الشركات في العالم، بل اقواهم سيفتي في العالم. ولما تيجي تتكلم مع اي حد بيستخدم شركة ابل يقول لك السيفتي. الشركة بتخاطب الخصوصية بطريقة فظيعة. هكلمك عن ميزة موجودة في الايفون بتاعك وموجودة في الايباد بتاعك وفي الماك وفي اي حاجة تخص منتجات شركة ابل من الاو اس عامة. الخاصية دي عندك وفي ناس مفعلاها وهي مش عارفة ان هي مفعلاها، وفي ناس مش مفعلاها، ولو مش مفعلاها والجهاز لا قدر الله اتسرق او ضاع منك اعرف ان كل حاجة في البرايفسي بتاعتك راحت. طيب الخاصية دي كانت شركة ابل عاملاها وابتدت ان هي تحسن فيها وتعلي من مستواها تقريبا من بداية الاي او اس 18. الخاصية دي اسمها ستولين ديفايس برودكشن، يعني خاصية مانع او حامي السرقة، مانع السرقة او حامي السرقة. شركة ابل لما نزلت الخاصية دي كانت منزلاها بقوة لدرجة ان انت صاحب الموبايل عشان تغير الباسورد بتاع الموبايل بتاعك لازم تحط الفيس اي دي، ولو انت في مكان غير معتاد من الاماكن اللي انت بتعتاد عليها الايفون بيعرف تلقائي ان ممكن يكون مش انت الشخص، فما بتعرفش تغير الباسورد بتاعك قبل ساعة عشان تتأكد ان انت فعلا صاحب التليفون. او لو لا قدر الله التليفون مسروق يقدر صاحب التليفون يوصل في خلال ساعة للحرامي. طيب ازاي الحرامي هيبقى عارف الباسورد بتاع موبايلك؟ بص، يا شركة ابل قالتها بطريقة شياكة شوية. قالت لك ان ممكن يكون في حرامي بيتتبعك، يعني مراقبك، فشافك وانت بتحط الباسورد بتاع تليفونك، لاي يكن مثلا الفيس اي دي ما كانش مجمع ولا حاجه فحطيت الباسورد بتاع تليفونك فالحرامي نقر الموضوع ده. طبعا هي ابل بتقولها بشياكه شويه، مش عايزه تقول لك ان ممكن الحرامي ده يكون من اقرب الناس ليك، يعني ممكن يكون واحد صاحبك انت مديله الامان ومفكره ان هو محترم شويه. فشركه ابل ما ينفعش تقولها لك بالطريقه اللي انا قلتها لك دي، فبتستشك طريقه قالتها لك زي ما انا بقول لك كده ان ممكن يكون الحرامي متتبعك. فالحرامي اللي سرقك ده اللي هو القريب منك وعارف باسورداتك لو خد الموبايل ده مش هيقدر ان هو يغير الباسورد الا في خلال ساعة. ولو انت مشغل الخاصية بتاعت الستولين ديفايس اللي انا بقول لك عليها دي حتى لو عدت الساعة مش هيعرف يغير الباسورد الا بالفيس اي دي بتاعك انت مهما عمل ومهما حصل. مبدئيا خليني اقول لك نفعل الخاصيه دي مع بعض ازاي او تتاكد اذا كانت شغاله عندك ولا مش شغاله. اول حاجه انت بتعملها ان انت بتروح على السيتنج، بعد كده بتنزل تحت للفيس اي دي، بعد كده بتحط الباسورد بتاعك، بعد كده بتنزل تحت لغايه لما بتلاقي خاصيه اسمها ستولين ديفايس برودكشن، بتخش تتاكد ان هي متفعله اون، وكده يبقى انت فعلتها يا صديقي. بس خد بالك الموبايل بتاعك لو مش شغال فيس اي دي نمرة واحد مش هتشتغل. الموبايل بتاعك لو لا قدر الله باظ منك في يوم من الايام فيس اي دي انت مش هتعرف تعمل اي حاجة على التليفون، ولا هتعرف توصله باي كمبيوتر عشان تاخد باك اب من الحاجة اللي عليه، ولا هتعرف تعمل اي حاجة خالص الا لما تصلح الفيس اي دي. طيب لو الفيس اي دي ما تصلحش يا صديقي دي بلوة تانية خالص بحركات تانية خالص. اللي انت ما تعرفوش بقى يا صديقي ان انت حتى لو عايز تفرمطه عشان تبيعه برضه لازم الفيس اي دي، يمين شمال انت لازم تصلح الفيس اي دي. يعني هي ملهاش حل، هي ليها حل. يعني لما حصل معايا انا تواصلت مع شركه ابل، شركه ابل ذات نفسها ما عندهاش القدره ان هي تقدر تخش تلغي لك الموضوع ده، لازم بوشك انت. فلما قعدت اتكلم مع الموظف مشكورا كتير جدا حاولنا ان احنا نوصل لحل بعيد عن الفيس اي دي، انما للاسف حتى ابل رفع السيطرة عن الموقف ده، يعني ابل مش هتعرف تفكه. فالسيفتي كان جامد جدا جدا. طيب انا عملت ايه عشان اخد الحاجة؟ عملت حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا فوق ما انت تتخيل شركة ابل عاملاها. ودي ميزة لو انت بتفكر ان انت تغير الايفون بتاعك بس انت مجبر ان انت تشتري ايفون تاني فتنقل عليه، فالبيعة بتاعت موبايلك القديمة هتضيع. فتعال اقول لك تنقل حاجتك ازاي. بالمناسبة يلا بالمرة هخليك تنقل حاجتك على الاي كلاود ببلاش ومعاك مدة 21 يوم كامل، يعني تقدر تنقل حاجتك على الاي كلاود ان شاء الله لو 1000 جيجا 1 تيرا
تنقلهم كلهم، وبعد ما تنقلهم معاك 21 يوم فري تلحق تشتري فيهم الموبايل الجديد، وبعد ما تنزل الموبايل الجديد تنزل عليه الحاجه. انت كل اللي انت هتعمله انت هتخش على الاي كلاود بتاعك وهتقلب في الاي كلاود وهتلاقي ان هو كاتب لك ان في نسخه مجانيه عندك لمده 21 يوم. بعد ما هتدوس على الباك اب ده تتاكد بس ان انت واصل على الواي فاي كويس جدا، ويكون واي فاي سريع، ترفع عليه الباك اب. بعد ما بترفع عليه الباك اب بتروح للموبايل الجديد اللي انت اشتريته، وبنفس الطريقه بترجع ريستور. كل حاجه عندك على الموبايل من ابلكيشن لصور لكل حاجه بتترفع، ما عدا حاجه واحده بس، الواتساب لازم تاخد الباك اب بتاعه على الاي كلاود من الاعدادات السيتنج بتاعه الواتساب ذات نفسه، وبرضه هترجع بنفس الطريقه. بعد ما بتاخد الباك اب بتاعك وبتتاكد ان انت رفعت كل حاجه يا صديقي، ازاي تفرمت الموبايل اللي عليه خاصيه الستولين ديفايس بروتكشن اللي احنا مش عارفين نفرمته؟ بكل بساطه هتمسك اي لابتوب او موبايل ايفون تاني، هنقول لابتوب، هتمسك لابتوب وهتخش على موقع جوجل وهتكتب على فايند ماي ايفون، هيتفتح لك موقع ابل، هتحط ايميل الاي كلاود بتاعك بالباسورد، هتلاقي الموبايل بتاعك مفتوح وموجود. كل اللي انت هتعمله ان انت هتفعل وضع السرقه ان هو مسروق منك، وهتعمل اريس او هتعمل فورمات للموبايل ده، هتدخل الباسورد بتاعك من غير فيس اي دي ولا اي حاجه، لان المفروض ان انت مبلغ بيه ان هو مسروق، فانت محتاج تفرمطه. هتبص تلاقي الموبايل جنبك على طول بيتفرمط وبيتمسح بيه كل حاجه. يبقى انا كده علمتك ازاي لو الفيس اي دي بتاعك بايظ ازاي ان انت تاخد الباك اب، لان هو مش هيتوصل على اي كمبيوتر خالص، لانك عشان تعمل تراست بينك وبين الكمبيوتر او اللي هو الثقه لازم الفيس اي دي بتاعك، فمش هتعرف برضو تاخد على كمبيوتر. فالحل الوحيد ان انت ترفع على الاي كلاود بالنسخه المجانيه اللي انا قلت لك عليها، وبعد كده بتروح على اي لاب زي ما قلت لك، تفتح موقع سفاري او تفتح جوجل وتكتب فايند ماي ايفون وتخش تعمل بلاغ على الموقع ان الموبايل مسروق منك. بعد كده تعمل فورمات هتلاقي الموبايل بيفرمت معاك. اتمنى ان يكون الشرح سهل شويه، واسف لو طولت عليك، بس الخاصيه دي مهمه جدا، وانا واحد من الناس وقعت في المشكله دي امبارح او اول امبارح، فالموضوع ده تعبني جدا، فكان لازم ان انا انوه عنه وابلغكم بيه عشان كل واحد ياخد باله. لو انت الفيس اي دي بتاعك حاسس ان هو بيعلق معاك وبيهيس، اجري بسرعه خش على الخطوات اللي احنا قلناها في اول الفيديو، وقف خاصيه الستولين ديفايس بروتكشن، ملهاش اي 30 لازمه معاك. واتمنى ان يكون الفيديو سهل وبسيط، ولو محتاجين ان احنا نعمل فيديو تاني ما عرفتوش ترفعوا الحاجه على الاي كلاود النسخه المجانيه ال 21 يوم اللي قلت لك عليها، لو محتاجين ان احنا نعمل فيديو مخصوص نشرح فيها الطريقه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اتمنى ان يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم ان شاء الله. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم، بنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك جدا ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله. استنى رسالك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.